السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ندى بنت حمدي ووفاء قلعت الأشار، ومامتها وفاء الأشار بيعتبر في نص راسها أكنها مش محجبة خالص. طيب يا حمدي، انت ووفاء بنتكم ندى دي لبست الأشار من 4 سنين، يعني كانت لسه صغيرة، وفي بنات كتيرة قوي قلدتها عملت زيها. ما انتوا دلوقتي بقيتوا من المشاهير، واخدين بالكم؟ زي الفنانين يعني، فالناس كتير قوي بتقلد. دلوقتي في بنات كتيرة ممكن تكون لما بنتك لبست الحجاب قلدوها وهم في سن صغير ولبسوا الحجاب. دلوقتي بنتك قلعت الحجاب بموافقتكم طبعا، في بنات كتيرة قوي هتعمل زيها كده بالظبط. ما انتوا دلوقتي بقيتوا مثل لناس كتير قوي، اللي بتعملوه بيعملوه، واخد بالك؟ فده ينفع يعني انت مش السبب في انك انت بتقول حرية شخصية. ايوه حرية شخصية، بس انتوا دلوقتي في ناس كتيرة بتعمل زي ما انتوا ما بتعملوا. انتوا زمان قوي كنا بنسيب لولادنا التليفونات لما يكون فاتحين عند حمدي ووفاء، بنسيبهم يتفرجوا براحتهم. ما احنا عارفين حمدي ووفاء عاملين ازاي، ما كانوش الفيديوهات بتاعتهم فيها كلام خارجي، ما كانش فيه اسفاف، ما كانش فيه اي حاجة. كنا بنخلي ولادنا فاتحين ليل ونهار وقت ايام الاجازات براحتهم خالص. ده مع حمدي ووفاء مطمنين، ده كان زمان، واخدين؟ قبل ما تسافروا وقبل حاجات كتير قوي ما تحصل، واخدين بالكم؟ لكن دلوقتي لا، حمدي ووفاء لا. دلوقتي البنت لما تشوف ندى بنت حمدي ووفاء قلعت الحجاب، طب ما انا عايزه اعمل زيها، ما هي قلعت الحجاب. لا طبعا، ما بقيناش نسيب لولادنا التلفونات ان هم يتفرجوا على عيلة حوارات وحمدي ووفاء والناس دي، لان فيها بقى ايام المشاكل وايام 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 وحاجات كتيرة قوي حصلت. ما بقيناش نسيب لولادنا التلفونات. فدي يعني اللي حصل ده انها تقلع الحجاب حاجة صعب جدا جدا جدا. عارفين يا بنات، لو هي من الاول مش لابسة الحجاب هنقول ربنا يهديها، ربنا يهديها وتلبس الحجاب. لكن تلبس الحجاب وهي صغيرة ولما تكبر تقلع الحجاب، اهدي النصيبة، اهدي النصيبة. لو هي من الاول خلاص زي ما احنا بنقول ربنا يهدي. لكن تلبس الحجاب وتقلعه زي بالظبط الممثلين لما بيجي يطلعوا لابسين طريقة الرجاله مثلا لابسين قمصان، بص تلاقي كلهم فاكرين لما عمرو دياب كان لابس لون قميص وشكل قميص، كل الشباب عامل زيه. وبرضك تبص تلاقي البنات الممثلات المعروفات برضك لابسين لون معين، تلاقي في بنات كتير قوي بتعمل زيهم. برضك مش هننكر نقول حمدي ووفاء مش مشهور، لا مشهورين جدا ومعروفين في جميع انواع العالم يعني، وفي الدول العربية والدول الأوروبية معروفين كويس يعني. فده يبقى مثل ايه؟ ده يبقى مثل سيء دلوقتي ليهم لما البنات تبقى محجبة وتقلع الحجاب، ده مثل سيء ليهم. ووفاء اللي الأشارب بتاعها مش فاهمة، المفروض الأشارب بيغطي الشعر، دلوقتي الشعر بتاع وفاء هو اللي بيغطي الأشارب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفاء اتغيرت عن زمان خالص، بقت تلبس بلوزات ضيقة وبناطيل والمكياج، وبقت حاجة تانية يعني. وفاء كمان في ناس بتتابعها وبعتن لها تعليقات، دخلت خدت الصور بتاعتهم، دخلت الصفحات بتاعتهم وخدت الصور بتاعتهم وبدأت تغلط فيهم وتقول لهم هوريكم وهعمل فيكم، بتهددهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمدي كان بيقول الإفراج لكل المتابعين اللي واخدين مني بلوك، إلا ال5 زبالة المجتمع. لا حول الله يا رب. ال5 زبالة المجتمع اللي هم مين بقى؟ أكيد من أهله، من عيلته. في حد في الدنيا يقول على أهله وعيلته وأخواته زبالة المجتمع؟ يعني الواحد مش عارف يقول ايه والله.
اما انت بتقول على اهلك واخواتك زبالة المجتمع، امال بتقول ايه عن الناس اللي رفعوك وعلوك وخلوك فوق؟ وبعدين انت ما بتفرجش عليهم وبتشيل مش بتفرج عليهم وبتشيل البلوك منهم حبا فيهم. لا، انتوا لما بتلاقوا عندكم ناس كتير اديتوها بلوك والمشاهدات في ناس بقت تقل منها، فانتوا بتشيلوا البلوك، لكن مش حبا في الناس. بتلاقوا المشاهدات بدأت تنزل تجري تشيل البلوك، مع انك انت قبل كده قلت عمري في حياتي ما هشيل اللي ياخد مني بلوك، عمري في حياتي ما هشيل منه البلوك. دلوقتي بتقول هشيل البلوك من كل المتابعين، هشيل البلوك من كل المتابعين اللي انا اديتهم بلوك الا ال5 الزبالة. لا حول الله يا ربي. حتى وفاء برضك قالت انا هشيل البلوك، بس برضو في ناس لحد الان بيقولوا مع انه قال شال من ناس وناس لسه. يا عم ما تشيلوا البلوك ولا تسيب البلوك، الناس ما بقتش فارقه معاها زي الاول. يعني الناس ما بقتش فارقه معاها زي الاول، ومهتمين قوي يدخلوا لحمدي ووفاء. حمدي ووفاء من ساعه ما سافروا بره واتغيروا، ما بقوش هما حمدي ووفاء اللي كنا بنتفرج عليهم زمان. ما اعرفش بقى القرش بيغير البني ادم ولا ايه، اتغيروا من ساعه ما شاء الله ربنا يزيدهم كمان وكمان اتغيروا. طب ليه بتعملوا كده؟ ليه ومبقاش هممكم المتابعين وبترد عليهم بطريقه مستفزه؟ ويعني زي ما تقولوا اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه ما يخشلناش. حتى وفاء منزله للناس الصوره بتاعت جوازها، في ناس كتيره قوي يعني مسكت الصوره دي طلعت منها يعني قعدت تتريق على وفاء طب ايه لازم تنزل لهم الصوره دي بتاعتك وانت عروسه ليه يا وفاء؟ ما انت منزلتيها بدل المره 50 مره قبل كده، ايه لازمتها يعني؟ وبعدين الناس بتقارن برضك دلوقتي بوفاء بتاعت دلوقتي ووفاء بتاعت زمان اللي كانت لسه داخله وفاتحه وبتعمل اكل وبتعمل مش عارفه ايه وشوفوا وفاء طريقه كلامها، وشوفوا طريقه كلامها دلوقتي بقت متغيره. مش هي وفاء بتاعت زمان، مش هي وفاء اللي كانت بتطلع طيبه وحنينه وكويسه. لا والله ما عارفه العيله حصل لها ايه، يعني العيله ما عرفش حصل لها ايه. الواحد يقول ايه؟ الواحد مش عارف يقول ربنا يهديهم. ما فيش حاجه نقولها غير ان ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم الواحد بيزعل لما بيحس ان في مثلا عيلة كانت الناس بتحبها وبتطمن ليها وبتتفرج عليها، وفجأة تلاقي العيلة دي مش زي ما احنا كنا فاهمين. يعني شفتوا المشاكل اللي حصلت والشتيمة والبهدلة بين الإخوات والأم لما طلعت شتمت على ابنها وكده. عمرنا في حياتنا ما كنا نتصور ولا نتخيل ان عيلة حوارات يحصل فيها كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يهدي يا رب. يلا يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلام.